بتبدأ الحلقة وأسامة لسه بيعتذر لعلا وندمان على اللي عمله فيها وإنه عرف إنه قد إيه كان بيحبها وإنه كمان ما يقدرش يعيش من غيرها. علا هتقوله طب اثبت لي ده ورجع كل أملاكي، وبتتفق إن هي هتجيب له كل الأوراق علشان يمضيها وتكون شركتها وفلوسها رجعت لها، وبعد كده هي هتخرجه من المستشفى ويسجنوا رمزي. ولكن رمزي بيكون عارف إن علا كشفت اللعبة وعرفت إن أسامة لسه عايش، وكمان راحت له المستشفى هيجري جري ويغير مكان أسامة لحتة تانية، وده علشان ما يكونش فيه إثبات ضده، وكمان علا ما تعرفش ترجع شركتها وتفضل محتارة وتفضل دايما محتاجاه ويكمل مخططه. وعلا طبعا بتكون مبسوطة وبتخرج من عند أسامة وبتروح لمريم وتقول لها أسامة عايش يا مريم وما ماتش، ورمز طلع بيضحك علينا. وكمان هتقول لإيمان وهتقول لهم إحنا مش هندخل السجن يا ولاد وحق أبونا هيرجع لنا، أسامة لسه عايش. وكلهم بيبقوا مبسوطين وبتحرج عليهم علا إن هما ما يبينوش أي حاجة ولا يحسسوا رمزي إن هما كشفوه دلوقتي لحد ما يقع ويسجنوه، لأن هو سبب في كل البلاوي اللي هما فيها من الأول. ولكن الفرحة مش بتتم زي ما قلنا، لأن رمزي بيروح المستشفى وبياخد أسامة لمكان تاني ومحدش بيعرف مكانه. ومريم طبعا بعد ما بتعرف إن أسامة عايش بتفرح وحالتها النفسية بتكون كويسة، وبتروح للدكتور فؤاد وتقول له أنا حاسة إني سعيدة جدا النهاردة وإني خفيت خلاص. والدكتور فؤاد بيقول لها طب ما تفرحيني معاكي. ومريم بتقول له أنا إن أسامة طلع عايش وما ماتش وإن مفيش ذنب عليها، وإن هي حاسة إن ضميرها مرتاح دلوقتي. والدكتور فؤاد هيقول لها طب احكي لي كل حاجة بالتفصيل والحقيقة بقى، وأوعدك إن هقف جنبك ومفيش حاجة هتخرج ما بيننا. انت ما تعرفيش انت بالنسبة لي ايه دلوقتي، انا مش بعتبرك مريضة، انا فعلا بحبك وبحس بمشاعر حلوة تجاهك. ومريم هتقول له انا مبسوطة اني بسمع الكلام ده منك. وبتبتدي مريم تقول له كل حاجة وبتبتدي مريم تقول كل حاجة للدكتور فؤاد من لحظة أسامة ما سرق فلوسهم لغاية ما تعدى عليها بالضرب، وعلا كانت بتدافع عنها وضربته ووقع على الأرض وهم افتكروه مات. وبعد كده رمزي جه وقال لهم انه ميت فعلا، واخدوه دفنوه بره البيت وسابوه مشيوا. والدكتور فؤاد بيقول لها طب في مانع عندك لو قلنا للظابط كمال؟ ومريم بتقول له بلاش دلوقتي لحد علا ما ترجع فلوسنا من أسامة. وفي نفس الوقت بتكون نهى ولبنى مقدمين بلاغ إن أسامة متغيب وإنهم بيتهموا علا وإيمان ورمزي إن هم خلصوا عليه وعايزين حل ضروري. وطبعا نهى أصلا بتكون محبوسة علشان عقد الجواز المزور اللي قدمته والشهود الزور اللي شهدوا عليها بكده. وبتروح لبنى تاني لعلا وبتقول لها قولي لي اخويا فين بجد. وعلا بتقول لها طمني على اخوكي بخير وهخليه يكلمك قريب. وطبعا رمزي بقى بيكون بيخطط لحاجة جديدة لأنه عارف إنه انكشف خلاص، وبيخطط يغير مكان أسامة ويتفق مع المحامي مراد إن هو يسرق الشركة كلها ويهرب بره مصر، لأنه كده مدان في كذا حاجة في اللي عمله لأسامة والباسبور المزور. وكمان علا وإيمان هينتقموا منه فقال ينفد بجلده. ودي بتكون أحداث الحلقة اللي جاية من مسلسل أزمة ثقة. بتبدأ الحلقة وأسامة لسه بيعتذر لعلا وندمان على اللي عمله فيها وإنه عرف إنه قد إيه كان بيحبها وإنه كمان ما يقدرش يعيش من غيرها. علا هتقوله طب اثبت لي ده ورجع كل أملاكي، وبتتفق إن هي هتجيب له كل الأوراق علشان يمضيها وتكون شركتها وفلوسها رجعت لها، وبعد كده هي هتخرجه من المستشفى ويسجنوا رمزي. ولكن رمزي بيكون عارف إن علا كشفت اللعبة وعرفت إن أسامة لسه عايش، وكمان راحت له المستشفى هيجري جري ويغير مكان أسامة لحتة تانية، وده علشان ما يكونش فيه إثبات ضده. وكمان علا ما تعرفش ترجع